السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس، وحشتوني جدا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ طمنوني عليكم كده في الكومنتات بتاعتكم. النهارده بقى يا حبايب قلبي وصفة سهلة وسريعة كده مع بعض كده، ونعرف ازاي نخزن البامية بتاعتنا وتكون لسه خضرة زي ما هي، زي ما تكون طازة بالظبط. هتطلعيها لو بعد سنة اكنها طازه معاكي وخضرة اللون، بتقدري ان انت تحتفظي عليه، بيطلع معاكي اللون اخضر زي ما هو بالظبط. وكمان الطعم بيكون طازه اكنك قطفاها من الشجر لسه. تعالوا بينا حبايب قلبي نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا مع بعض بقى ونشوف هنخزن الكيلو ده، كيلو من الباميه هنخزنه مع بعض، ونشوف هنعمله ازاي بالطريقه العسل الجميله. وطريقه التقميع زي ما انتم شايفين كده، انا كنت قمعت الباميه معايا وسبت لكم كده ايه حبه من القرون اقطعهم كده زي ما انتم شايفينه. بشيل قشره بسيطه خالص من على الوش كده. وبعد كده حبايب قلبي لو معايا قرن كبير شويه ولا حاجه مش هيترمى طبعا، لا اقسميه بالنص، ما بيجرالوش اي حاجه، بيكون جميل جدا. تعالوا بقى حبايب قلبي كده نحط حله على النار كده، وفيها حبة من المية على حسب بقى كمية البامية اللي انت هتسلقيها معانا. هي ما بتستلقش عامة يعني، بس حابة اعرفكم ازاي هنعملها وتطلع معانا بالطريقة الجميلة ديت. اللون متحافظ عليه، وفي نفس الوقت الطعم كمان بيكون طعم طازة جدا. الحلة بقى معانا على النار والمية بتغلي فيها كده، وعصرة ليمونة كده، الكيلو البامية ليمونة واحدة عصرتها كده، ورميت كمان القشر بتاعتها. مش هنخسر حاجة، طعمه هيبقى جميل فيها وريحته كمان طالعة جميلة جدا. والليمون مادة حافظة كمان بتحافظ عليها في الفريزر. يا دوب المية غلت وحطيت عصرة الليمونة، ونزلت كمان بالبامية على طول زي ما انتوا شايفين كده. تقمعها جميل جدا ولونها بيفضل، ما سيبهاش في المية كتير، يعني ايدي فيها تقليب على طول في المرحلة ديت. حتى لو حد رن عليكي ما تردش على التليفون، علشان ما تنسيش البامية وتاخد معاكي لون اصفر. احنا عايزينها تفضل محافظة على اللون الاخضر بتاعها الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ده بس يا دوب 5 دقايق كده تقليب على النار على المية، يعني يا دوب حتى لو حابة ان انت تطفي النار طفيها. ويا دوب المية كانت بتغلي بس كده، هتخليها كده يعني ايه، تطريها بس شوية كده. في الوقت ده حبايب قلبي بقى لازم انا انشف البامية كويس جدا قبل ما ادخلها الفريزر. ليه؟ على حسب بقى ذوقك، وانتي عايزة البامية بتاعتك كده اما تضيفيها في قلب الاكياس بتاعت خزين التلاجة كده ما تلزقش في بعضها كده وتكون كتلة واحدة، لا انت هتطلعيها متفردة زي ما هي متفردة قدامك كده. حابة ان انت تفرزيها على طول فرزيها، وقطعة واحدة قطعة واحدة مش مشكلة، بس طريقة التفريز كده جميلة جدا. الصراحة بتعجبني. فوطة بقى او حاجة، طبعا بنطلع البامية بتاعتنا من المية اللي على النار في مصفى. وكمان نغسلها بمية ساقعة اللي هي مية من الحنفية يعني. نهديها كده على طول علشان ما تدخلش معانا في السوا. وكمان حطيت عشان افردها بقى وتنشف معايا بسرعة واخزنها وكده. حطيت فوطة كده وفردت البامية عليها ونشفتها بالفوطة كويس جدا، وسبتها لما نشفت معايا خالص ما عادش فيها حتى ايدي ما بتتبلش منها. كده حبايب قلبي اكياس التلاجة بتاعتك الجميلة بقى. اظن مفيش اسرع ولا اسهل من كده، وتخزني خزين البامية يقعد معاكي من السنة للسنة بنفس اللون ونفس الطعم ونفس الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، اخضر ما بيختلفش خالص، ولا لونه بتصفر ولا بتبهت ولا ايوتها حاجة. كده الكيلو ده حبايب قلبي اخدته على مرتين، يعني قسمته لطبختين اهوت. الشتا بقى داخل وشوية بامية، لا شوية ملوخية، لا شوية حاجة من الجميلة ديت. الشتا طبعا زي ما احنا عارفين بيحب الاكل وطبعا لازم نعمل حسابه في الحاجات الجميلة الموجودة الأيام ديت، ناخد منها ونخزن كده وما نشيلش هم الطبيخ ولا هم الأكل في الشتاء. وخير ربنا كتير والخير موجود، نخزن بقى. ايه رأيكم بقى حبايب قلبي في حفظ الرحمن؟ حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.